أهلا بكم في غوص عميق جديد. النهاردة بنبحث في سؤال، يعني سؤال قديم بس دايما بيتجدد. ايه اللي بيخلي الزوج يحب زوجته بجد؟ حب يستمر ويكون عميق. المصدر اللي معانا النهاردة هو تحليل مفصل قوي، بيغوص في علم النفس وفي السلوك وحتى الكيمياء الحيوية للعلاقة بين الزوجين. فمهمتنا هنا هي اننا نفهم جوهر الرابط ده، يعني ازاي الحب بيتخطى كونه مجرد احساس ويتحول لشيء، خلينا نقول مستدام اكتر. طيب، خلينا نبدأ الغوص في اطار مثير للاهتمام من عالم نفس اسمه روبرت ستيرنبرج. نظريته المثلثية للحب ببساطة هو بيقول ان الحب القوي الكامل زي ما بيسميه بيحتاج 3 حاجات: قرب عاطفي اللي هي الحميمية، وجاذبية أو عشق، والقرار بالاستمرار مع بعض يعني الالتزام. هو بيقول إن المزيج الكامل ده نادر، بس اللي فعلا مثير للاهتمام هو إزاي التوازن ده بيتغير في العلاقات الطويلة. يعني ممكن شرارة العشق تهدى شوية، لكن الحب بينجح لما بيتحول لحاجة زي الصداقة العميقة والالتزام القوي. وده مش فشل على فكرة، ده تطور طبيعي. صحيح. وده بيتماشى تماما مع فكرة إن الحب مش مجرد ومضة عابرة. لا، هو أشبه ببناء بيحتاج صيانة ورعاية مستمرة. نظرية سترنبرج دي بتساعدنا نفهم ليه بعض العلاقات بتصمد وبتستمر. واللي بيدعم البناء ده كمان هو فهمنا لطريقة ارتباطنا بالناس التانية، اللي هي نظرية التعلق. النظرية دي بتشوف إزاي علاقاتنا الأولى في الطفولة بتشكل إحساسنا بالأمان في العلاقات بعد كده. التعلق الآمن معناه إن الشخص بيثق في شريكه كمصدر أمان، وده طبعا بيعزز الاستقرار. لكن الأنماط التانية زي القلق الزائد أو التجنب والبعد ممكن تخلق صعوبات. بس الخبر الكويس إن الأنماط دي مش قدر، ممكن تتغير. والعلاقة الداعمة نفسها ممكن تساعد في بناء إحساس أكبر بالأمان. وهنا بيجي دور الزوجة كمصدر أساسي للثقة دي. وهنا بقى بننتقل من النظريات للأرض الواقع، للأفعال اللي بنشوفها بعينينا. المصدر بيشدد على ثلاثية أساسية للاحترام بتظهر الحب العميق ده. أولا التقدير المستمر، يعني ملاحظة مجهود الشريك، تفهم مشاعره، التعامل بلطف حتى وقت الخلاف. مش بس تشوف المطبخ نظيف لا، تقول شكرا انك نظفت المطبخ، انا عارف انك كنت تعبانة، دي بتفرق. ثانيا التضحية والولاء، يعني احيانا الواحد بيحط راحة شريكه وسعادته قبل راحته هو. وثالثا الفخر العلني والدفاع، ان الزوج يعبر عن اعتزازه بزوجته قدام الناس ويدافع عنها لو لازم الامر. كل دي مؤشرات قوية جدا على الالتزام. بالظبط. الأفعال دي زي ما حضرتك بتقول هي العملة الحقيقية للحب، أهم بكتير من الكلام. الاحترام الملموس ده هو تجسيد عملي لعنصر الالتزام اللي اتكلم عنه ستيرنبرج. التزام فعلي برعاية الشريك وتقديره. وبيرتبط بده كمان بعد تاني مهم: النمو المشترك، يعني دعم طموحات الشريك، التخطيط للمستقبل مع بعض. ده استثمار في العلاقة بيوري الرغبة في الاستمرار سوا، مش بس نعيش يوم بيوم وخلاص. وفي كمان الإنصات الفعال، وده مش مجرد إن الواحد يسمع الكلام، لا، دي محاولة لفهم اللي ورا الكلام، مشاعر الشريك، احتياجاته الحقيقية. وكل حوار هو فرصة لكده. وهنا ممكن يكون مفهوم لغات الحب ال5 مفيد كأداة عملية. الفكرة ببساطة إننا بنعبر عن الحب وبنستقبله بطرق مختلفة، ممكن من خلال وقت نوعي بنقضيه سوا، أو أعمال خدمية، أو كلام تشجيع، أو هدايا، أو لمسة جسدي. فهم لغة الشريك الأساسية بيساعد إن خزين الحب عنده يفضل مليان. صحيح. واللي بيدعم كل السلوكيات والتفاعلات دي على مستوى أعمق بقى هو الجانب البيولوجي. في هرمونات معينة زي الأكسيتوسين والفازوبريسين بتشتغل زي غيرة اجتماعي كده، بتساعد في تعزيز مشاعر الثقة والترابط خصوصا في لحظات القرب. طبعا الأبحاث الجديدة بتوضح إن القصة أعقد شوية من مجرد هرمون حب واحد، بس دور الكيمياء دي في الترابط ما نقدرش ننكره. والمدهش كمان هو إزاي دور الحب نفسه بيتغير مع الوقت. في البداية ممكن يكون مصدر توتر وقلق شوية عادي، لكن في العلاقات المستقرة والراسخة الحب بيتحول يبقى زي درع واقي ضد ضغوطات الحياة. وده ليه فوائد صحية واضحة. الناس اللي في علاقات مستقرة غالبا صحتهم أحسن وبيعيشوا أطول.
وما ننساش كمان إن توافق القيم الأساسية عن الأسرة، المعتقدات، أسلوب الحياة بيلعب دور كبير جدا في استمرار العلاقة على المدى الطويل. إذا كل ده معناه إيه في النهاية؟ اللي فهمته إن الحب الزوجي العميق ده مش حاجة بسيطة خالص، ده مزيج معقد، في عاطفة وفي تفكير واعي وسلوك مستمر، وحتى زي ما قلتي بيولوجيا داخلية. والأهم من كل ده إنه مش حالة سلبية بنقع فيها وخلاص، لا ده شيء بيتطلب جهد نشيط ومستمر عشان نبنيه ونحافظ عليه. تماما. ممكن نشوف الحب العميق ده كاستثمار استراتيجي طويل الأجل. هو مش بيتبني على المشاعر المتقلبة لوحدها، لا، الأساس هو الاتساق السلوكي، الأفعال المستمرة اللي بتظهر احترام ودعم وتقدير. الاتساق ده هو اللي بيولد الأمان العاطفي، وده حجر الزاوية في أي علاقة قوية. حتى طريقة التعامل مع الخلافات نفسها بتبقى مؤشر. القدرة على تجاوزها دي يعني مهارة مكتسبة بتعكس الالتزام بالعلاقة نفسها. وده بيخلينا نفكر في سؤال أخير. بما إن الحب العميق ده بيتكون من كيمياء داخلية وشعور جوانا يعني، ومن أفعال خارجية وسلوكيات بنعملها باستمرار، يا ترى أنهي جانب فيهم ليه الوزن الأكبر في تحديد قوة ومتانة العلاقة الزوجية على المدى البعيد قوي؟ الشعور اللي جوه ولا الفعل المستمر اللي بنشوفه؟ نقطة ممكن نفكر فيها.